اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مقطع جديد. توحشت بزاف نصور لكم، ما كنتش ملتزمه صراحه بالوتيره ديال الفيديوهات، ولكن ها انا عدت من جديد. وهذا الفيديو غادي نبدا بتساؤل اللي كنوجهون اي واحد اللي كيسمع هذا الفيديو ولا اللي كيشوفه، وغنقول له حتى لينا نبقاو عايشين فحال اذا كنتسناو شي حاجه. لاحظت في بعض الاحيان كنكون عايشه الايام ديالي عادي، ولكن كنكون فحال انا ما فرحانه ما مقلقه، انا عايشه وانا كنتسنى شي حاجه. يعني انا عايشه الايام ديالي عادي بالنعم كاملين، كنمشي كنشوف مزيانه، ولكن الطريقه اللي كنعيش بها النهار ديالي كتعطي واحد الانطباع ديال انه انا كنتسنى شي حاجه توقع اللي تكون مفرحه باش نفرح، اولا كنتسنى شي مفاجاه ولا شي حاجه يعني featured توقع in my life باش نحس باللي I will be happy، غنكون فرحانه ديك الساعه. وهاد الحاجه اذا كنتي انت كتحس بها ولا انتينا كتشاركني هاد الاحساس، خاص تعرف بلي انتينا ماشي بوحدك، حيت بزاف ديال الناس كيدوزوا نفس الحاجه، كيدوزوا النهار ديالهم وهما كيتسناو شي حاجه، كيدوزوا الاسبوع ديالهم وهما كيتسناو شي حاجه، واحد الحدث اللي غيغير لهم زعما الحياه ديالهم. حنايا سبحان الله في المغرب عندنا واحد الحاجه ديال انه الله يخرج هاد الضحك على خير. كتكون كتجبر راسك كتضحك مع مثلا الام ديالك وكتقول لك والله يخرج هاد الضحك على خير، فحال خدينا الفرح والضحك بواحد المنطلق ديال انه ما خاصش يكون بزاف، ديال انه اذا كان بزاف راه ماشي مزيان. حنايا واحد العائلات اللي تنسوا اذا مثلا ولدهم ولا بنتهم خرج اليوم ودوز وقت مزيان راه ينسى الخروج غدا اولا بعد غدا، حيتاش راه صافي، راه دوز واحد الحق ديالو من الراحه ومن الفرح هذا النهار. شنو واش غيعيش السعاده كل نهار؟ ما يمكنش، بركه عليه هذا النهار هذا. لدرجه انه اذا كنا مثلا عندنا شي حاجه اليوم غتجينا غريبه نقولوا للوالدين ديالنا حتى غدا بلي عندنا شي حاجه، حيتاش صافي حنا دوزنا الفرحه وفوجنا هذا النهار. خاص نعرفوا اصدقائي وصديقاتي انه الفرح ماشي مكافأة، الفرح والسعادة ماشي شي حاجة اللي خاص نعملو شي حاجة باش نحصلو عليها. الفرح والسعادة هي اللايف ستايل اللي خاص يكون عندنا، هي الطريقة اللي خاص نكونو كنحسو بها كل نهار. علاش انا غادي نكون كندوز كل نهار في تمارة وكنخدم وكنجيب قوت اليوم ديالي اولا كنقرا وكنعمل مجهودات، ولكن مآمن باللي عاد نفرح واحد النهار حتى نتخرج حتى نخدم مزيان حتى نبدا نشبر مثلا واحد الصالير اللي حسن، حتى نعمل. واش دايما غادي يكون الفرح والسعاده بالنسبه لنا مقترن بواحد الهدف؟ واذا ما تحققش هذا الهدف، اذا ما كانش مكتب، غنبقاو حنايا كل نهار كنتسناو شي حاجه، واذا ما جاتش هذه الحاجه غنبقاو هكذا مدوزين النهار مغنزرين وما عندنا كانا، مامنين باللي ما عنديش كانا. حنا في المغرب عندنا واحد الحاجه مقتنعين بها، اذا شي واحد قال لك شي حاجه كيقول لك ساعه الله ما عنديش دابا كانا باش نكون مزيان اولا باش نكون كنضحك. يقدر كاع تجي واحد الشخص وتقول له واحد النكته ولا واحد الحاجه اللي كتفرح وما يعمل معاك حتى شي تفاعل، حيت ما عندوش المود باش يتفاعل معاك. هي هاد الحاجه تقدر تكون زعما ما فيها عيب، ولكن حنايا خديناها بواحد الجديه، يعني انه عندي حق انه ما نكونش انا دابا مزيان معاك ولا ما نضحكش معاك غير حيت ما عنديش كانا. واخا حتى لينا نخليو اصلا هاد الكانا تتحكم فينا. واش دايما حنايا هاد الكانا هذه هي اللي غتكون متحكمه لنا في ردود الافعال ديالنا، في كيفاش كيدوز النهار ديالنا، الشهر ديالنا، العام ديالنا، في كيفاش كنتعاملوا مع الناس اللي كيدوروا بينا؟ واش زعما بالراي ديالكم المود واش هو واحد النتيجه اولا واحد السبب؟ انا نقدر نقول لكم باللي هو بطبيعه الحال هو واحد الريزولت ديال شي حاجات اللي وقعوا، ولكن حنا كنامنوا باللي هو السبب اللي كيخلينا ما نعملوش واحد الحاجه مزيان، ما ندوزوش واحد النهار مزيان، ما نفرحوش في واحد المناسبه حيتاش ما كانش عندي كانا. ولكن هي اصلا السبب ديال عده عوامل اللي نقدروا نكونوا واعيين بهم ونقدروا نكونوا ما عندنا حتى شي فكره عليهم. وانا غنحاول في هذا الفيديو نعطيكم الخلاصه ديال بعض الحاجات اللي تعلمت في هذا الموضوع هذا من التجربه الحياتيه المتواضعه ديالي. اولا والحاجه اللي ما كتعجبو حتى شي واحد انه يسمع بيها،
هي العادات ديالك هما اللي كيعطيوك المود ديالك. تقدر كاع تحسبهم فحال واحد العمليه حسابيه. العادات تساوي المود. عادات مزيانه تساوي مود مزيان، عادات خايبه تساوي مود خايب. العادات الخايبه ما كنقصدوش بها تكون كتكمي، تكون كتمارس شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ماشي لابد. العادات الخايبه نعطيكم واحد ليكزامبل. عاده خايبه انك تنوض واول حاجه اللي كتعمل في الصباح هي انك تدوز الريلز ديال انستغرام اولا تدخل مثلا تيك توك. عاده خايبه وكتدفع الثمن ديالها بالمود ديالك النهار كامل بلا ما تحس. عاده خايبه انك تنعس حتى لوحدة الليل وانت عارف راسك فايق بكري وتدوز النهار ديالك كامل مخسر وما عندكش المود. عاده خايبه انك تخلي الاهتمام براسك يكون كيجي بمناسبه اولا عنده واحد الوقت، ما يكونش واحد الحاجه طبيعيه عندك. ديك النهار شفت واحد الفيديو وعجبني بزاف حيت انا كندوز نفس الاحاسيس. وحده كتقول life is beautiful. علاش؟ حيتاش جات من الخدمه، مشات الحمام، جات عملت واحد الكير روتين شعره ونسكين وكل شيء، موراها مشات عدلت شي حاجه مزيونه كانت نسيت واش شي بيتزا ولا شي حاجه اللي عاجبها وكتاكلها وهي كتشاهد شي حاجه اللي كتعجبها. وكانت كتقول لهم باللي انا كنحس مزيان بزاف. وتما تفكرت بزاف ديال المواقف بحال هذه اللي حسيت بها باللي بصح الحياه مزيونه لواحد الدرجه ديال انه كتبقى تقول علاش انا اصلا كنتعصب وعلاش انا اصلا كنعطي لشي حاجات اكثر من القيمه ديالهم، بينما سهل بزاف نكون في واحد المود اللي مزيان. فمن هذا المنبر كنفكرك سواء كنتي بنت ولا ولد وكتشوف هذا الفيديو، نوض اعمل شي حاجه اللي كتعجبك، نوض اعمل شي حاجه اللي كترتاح لها واللي كتخليك تسترجع الانرجي ديالك، حيت هذه هي the moment اللي كنتي كتسنى. ما كاينش حتى لواحد النهار حيت ديك النهار يقدر ما يجيش اصلا. وحاجه اخرى اللي غندوز لها اللي هي كتخلينا نكونوا في مود مزيان اولا ماشي مزيان، هي ديك الاحمال اللي فوق من كتافك وانت ما واعيش بيهم. شنو كنقصد بهادشي؟ كنقصد لك ديك التاسكس اللي مجموعين عليك هذه مده وانت كتاجل فيهم كل نهار، وكل نهار كتقول انا غدا غادي نعملهم. ملي كيتجمعوا علينا بزاف الحاجات صغارين اللي حنايا اذا عملناهم غادي نرتاحوا، كنلقاو راسنا حنايا مستريسين وفينا واحد القلق، واحد الاحساس ماشي مزيان وما عارفينش اصلا علاش. وحنا الواقع باللي مجمعين حاجات في وسط مننا محتاجين انه نساليوهم. كيقول الشيخ المربي ياسين الوزاني واللي هو واحد الشيخ اللي كنعتمد عليه في بزاف ديال الحاجات في الحياه ديالي وكنتابع عنده بزاف ديال الدورات، باللي ملي كتفتح بزاف ديال الملفات في العقل ديالك غادي تكون متشتت وما غتعمل حتى شي حاجه بواحد الطريقه اللي هي افيكاس. خصك ملي تفتح واحد الملف في بالك تساليه وتدوز لحاجه اخرى. يعني غادي تخيل الحياه ديالك فحال واحد الفونيتر ديال جوجل كروم، وملي كتبغي تعمل واحد الطاش كتفتح وحده، وملي كتبغي تعمل شي حاجه كتفتح وحده وكتفتح وحده وكتفتح وحده في نهار واحد وما كتسالي حتى شي حاجه وكتمشي وكتنعس وكتبدا نهار اخر في نفس المكان وانت فاتحهم كاملين. كيفاش تكون حاس؟ ما عرفتش واش فهمت نوصل لكم الفكره. من الفكره هي انه تنوض دابا وتشد هاد الملفات كاملين ساليهم، نوض كتب ديك الغابور اللي عليك، نوض عمل ديك لابي اللي كتسناك، عمل ديك لي طاش حيت هما اللي غيخليوك ترتاح وتبدا لي جوغ اخرين بانه بحال بديتي واحد الصفحه جديده في الحياه ديالك. طبعا النتيجه كتكون واحد المود اللي حسن بزاف. وانا لاحظت واحد الحاجه اللي هي واحد العامل اخر اللي كيأثر بزاف على المود، اللي هو شنو كتاكل. تيقوني راه المدى البعيد اللي كتأثر عليه هاد القضيه يجيكم في شكل. والاهميه اللي بزاف الناس ما عطينهالاش انه هذه واحد حاجه اللي كناكلها عادي. ماشي يعني لابد انك تكون كتحسب الكالوريز ولا كتبدل واحد المجهود كبير. المهم ان تكون غير واحد الحاجه اللي نقيه واللي بصح غادي تضيفك واحد الاضافه ملموسه في الجسم وفي الصحه وفي الانرجي ديالك في النهار. خاص تكون دائما الماكله اللي كتاخذوا في الفطور في الغداء وفي العشاء عارفين راسكم باللي ملي غتاكلوها غتديو ديك المواد اولا ديك الفيتامينات اولا ديك البروتينات اللي نتوما محتاجين. يعني انا ملي نشوف ديك الطبق اللي غناكل يكون متوازن، ماشي صحي بزاف ولكن على الاقل متوازن. كتجيبها كنكونوا ما حاسينش مزيان ومحتاجين ناكلوا شي حاجه لا علاقه، سناك كنحتاجوا انه ناكلوا بزاف ديال داكشي ماشي هو داك شوكولات شيبس، كتجيبها ولكن ما تخليهاش انه تكون كل نهار وديوها من مجرب
ماشي من طبيب، راه انا دزت بها كل نهار، والمود ديالي في ديك لي جوغ كان عباره عن انهيار عصبي. كندوز النهار خايب بزاف، كنحس خايب، يعني فحال شي كآبه بداتني ولا. وديك شي غير من انه المعده والامعاء ديالي ما كيتقبلوش داكشي اللي كياكلو، يعني ما كنوكلش راسي وما كنموتش الجسم ديالي بداكشي اللي محتاج، فهو غادي يعكس لي داكشي كامل في المود وفي الانفعالات وفي الوجه ديالي وفي السكين ديالي وفي اي حاجه اخرى. اتطرقنا لبزاف ديال العوامل اللي كيخليونا يكون عندنا واحد المود مزيان، ياك احنا ماشيين. حاجه اخرى اللي ضروريه تبعدوا منها هي الاتكال العاطفي ولا الايموشنال ديبندنسي، انك تكون متكل عاطفيا على شي حد، سواء من العائله ديالك ولا ما نعرف شنو اللي كيجيك بالضبط، هو اللي كيمدك بالطاقه ديال النهار، او هو اللي كيمدك بديك الهابينس اللي كتسناها. السعاده اللي كتحس بها خصها تكون مستمده من الداخل ديالك، بدوافع ديالك اللي كيخصو الانجازات ديالك. ملي كتاخدها من واحد الانسان اخر وكتسنى لا فاليداسيون ديالو، يعني هو اللي يعطي لك ديك الطاقه، راك دخلتي في واحد الدوامه ما غتخرجش منها الحياه كامله. خاص تحاول يعني انه مثلا الا لقيتي راسك طايح في هذا الفخ هذا ديال الاتكال العاطفي، تخرج راسك منه، يعني تشوف راسك شنو اللي كيعطيك انت داك الهابينس وتبدا تعملو كل نهار، تفتش على ديك المصدر ديال السعاده ديالك في النهار وتعملو، وفي كل مره تسقسي راسك تقول شنو اللي ناقصني دابا باش نكون مزيانه، واعمل ديك الحاجه واللي تكون ما مرتبطه بحتى شي واحد. يعني شوف، عادي انه الانسان يرتبط عاطفيا باشخاص ويكون تعلقات، هذه هي الطبيعه ديالنا، ولكن كل شيء اللي كيتزاد على الحد ديالو كينقلب علينا بنتائج اللي هي غير محموده. وهادشي كامل تقدروا تشوفوه بتفاصيل اكثر في البودكاست المشهور ديال الدكتور ياسر الحزيمي اللي اسمه عن العلاقات او لا شي حاجه هكذا. فهذه واحد الحاجه الى خدمنا عليها ان شاء الله مع الحاجات اخرين غادي نكونوا في واحد المود اللي مزيان. زائد نقطه اخيره اللي غنبغي نتطرق لها في هذا الفيديو هي التسليم الى الله. احنا علاش مسلمين؟ حيتاش خصنا نسلموا راسنا لله. يعني مثلا انا كنت مجا في الطريق في الصباح، واجهت موقف خايب مع التاكسي، ما عندك ما تشوف يعني في داكشي اللي دزت به. خاص نقول مع راسي ماشي علاش انا وقع لي هادشي، علاش كيوقع لي هادشي كل نهار وبواحد الغضب، شنو هاد الموقف كيعلمني، شنو الرساله ديال الله لي في هاد الموقف هذا. هكذا غادي تقلب تماما المود ديالكم في ديك اللحظه، وغتتحولوا من الغضب انه علاش كيوقع لي هادشي للحمد وللامتنان، انه الحمد لله اللي وقع لي هذا الموقف، حيت يقدر يكون فيه رساله من الله اللي بعدتني على شي حاجه ولا اللي ربي كيعلمني فيها شي حاجه. حيت اي حاجه كندوزو بها ديتاي صغير عنده اثر علينا. نقدروا نهضروا من بعد على هادشي بواحد التفاصيل اكثر، ولكن غير باش من دابا بغيتكم من غدا ولا من هاد اللحظه هذه اي حاجه واجهتوها تتخذوها كدرس وتتسائلوا شنو اللي كتبغي تعلمكم بصح، ماشي علاش انا وصافي. كنظن هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ربما ما كانش طويله ولا طويل، ما عرفتش صراحه، حيت ما كنحسش وانا كنهضر، حيتاش كنحس بحال كنخوي القلب ديالي على شي اشخاص حتى لهاد الدرجه كنرتاح لكم. فكنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو كان خفيف على القلوب ديالكم. وفي الاخير ديال هذا الفيديو نبغي نقول لكم ابتسموا، واخا ما تكونش عندكم المود ابتسموا، حيت ديك الابتسامه غادي تمدكم بواحد الطاقه اللي غتخليكم كتحسوا بواحد السعاده. فحتى اذا ما كانش عندك المود دابا باش تضحك، حاول انك تبتسم في هذه اللحظه هذه وصافي. هادشي اللي كاين. كنشكركم بزاف اذا كنتوا وصلتوا حتى لهاد اللحظه هذه، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي في شي مقطع اخر. الى اللقاء.